دي بطولة سباحة أولمبية للأطفال، وكلهم كان نفسهم ياخدوا جايزة المركز الأول في المسابقة دي. وكان من ضمن الأطفال دول ولد اسمه وونيل، وولد تاني اسمه وو سانج. وكان أهلهم هما الاتنين بيشجعوهم وفرحانين بيهم قوي. وفي نهاية المسابقة دي وونيل هو اللي أخد المركز الأول، ووو سانج أخد المركز التاني، بس كان الفرق بسيط جدا بينهم. ده بقى وونيل لما كبر وبقى طالب في ثانوي، والمدرس استدعاه علشان وونيل اتقفش مع أصحابه بيشربوا وبيسكروا في المدرسة. لكن هو بس اللي جاله قرار فصل من المدرسة عشان هو حاليا ولد يتيم وملوش حد. أما أصحابه الباقيين علشان أهلهم ناس مهمين وأغنياء محدش كلمهم أصلا. وطبعا هو كان حاسس بالظلم، وكمان المدرس ده أهانه لأنه جاي من عيلة فقيرة أصلا. وونيل كان معروف عنه إنه طيب وبيحب يساعد غيره، لكن بعد وفاة أهله أصبح بيدخل في مشاكل كتير. وبعد ما اترفد من المدرسة راح يتغدى مع الراجل ده جاي سوك، اللي أصلا كان صديق أبو وونيل، وكمان كان بيدربه على السباحة قبل ما يموت. وحاليا بقى هو الوصي على وونيل وبيحبه جدا. وكان عازم وونيل على أكلة لحمة لأنه عارف إنه بيحب الأكل جدا، لكنه كان قلقان عليه بعد ما عرف إنه اترفد من المدرسة. فعرض على وونيل إنه يروح الأكاديمية الوطنية للسباحة زي ما باباه كان فيها. لكن وونيل كان رافض الفكرة وكاره السباحة وحمام السباحة ومش عايز يبقى سباح زي باباه، ومحدش كان عارف ليه. لكن جاي سوك أجبره إنه يروح أكاديمية السباحة دي لأنه كان عارف إن وونيل له مستقبل في السباحة. وبعد ما خلص أكل راح يعيش في بيت جاي سوك لحد ما يفتحوا باب التسجيل في الأكاديمية. وهناك لأول مرة من فترة طويلة قابل جون وون، أخت جاي سوك الصغيرة وصديقة طفولة وونيل، وكانت دايما بتحضر مبارياته وهو صغير. وجاي سوك عزمهم ياكلوا لحمة مع بعض على السطوح، وجون وون قالت له إنه لازم يبدأ يتدرب ويركز في تدريب السباحة علشان يدخل البطولة الوطنية للسباحة ويكسب فيها. وهي كانت أصبحت موسيقية وبتعزف وبتغني. ده بقى وو سانج بعد ما كبر، لكنه بقى بطل سباحة أولمبي عالمي بعد ما كان بيخسر قصاد وونيل وهما صغيرين. لكن وونيل حاليا كان اعتزل السباحة بعد وفاة أهله، لكن وو سانج كان أهله بيدعموه تماما لحد ما بقى بطل عالمي، وكانوا بيجهزوه إنه يروح مسابقة عالمية تانية. وعشان هو كاريزما وأمور بقى مشهور، والصحافة مركزة معاه وبيهتموا بنشر أخباره اليومية، فدايما كانوا بيصوروه. وفي مرة صوروه وهو بيتخانق مع لاعب سباح تاني ومسك اللاعب ده وضربه. والموضوع ده بقى فضيحة كبيرة جدا لوو سانج، ونتيجة لده اتحاد السباحة في كوريا الجنوبية قرر إيقاف وو سانج عن المشاركة في بطولة السباحة العالمية مدة معينة، لكن سابوه في الفريق الوطني زي ما هو علشان خاطر باباه طبعا. وبالليل باباه قال له إنه قرر إنه يوديه أكاديمية السباحة عشان سمعته ترجع كويسة تاني قدام الناس. لكن وو سانج كان رافض يروح الأكاديمية، لكن باباه صمم وقال له إنه لازم ينفذ أوامر باباه وبس. وكان برضو نفس الوضع مع وونيل، لأنه أول يوم راح للأكاديمية ما كانش راضي يدخل، وحاول جاي سوك يجبره إنه يدخل الأكاديمية، وفي النهاية بالعافية لولا ما رضي يدخلها. وأول ما دخل غرفته في الأكاديمية شاف وو سانج، وطلع إنهم هيكونوا شركاء في نفس الغرفة أثناء التدريب على السباحة في الأكاديمية. لكن وو سانج كان رافض فكرة إنه يشارك الغرفة معاه، وراح يطلب من المسؤول إنه يبقى في الغرفة لوحده، لكن المسؤول ده رفض. ووقت التدريب المدرب عرف باقي السباحين على وو سانج وونيل، وكان واضح على السباحين إنهم عارفين وو سانج كويس قوي علشان مشهور جدا وفاز كذا مرة ببطولات عالمية أولمبية. لكنهم ما كانوش يعرفوا وونيل لأنه شارك في البطولات بس وهو صغير. وبعد شوية كل السباحين نزلوا حمام السباحة وبدأوا يتدربوا ما عدا وونيل اللي منزلش المية وقعد يشجعهم بس من بره. ولما المدرب سأله ليه منزلش اتحجج بإن مش معاه ملابس للسباحة، فالمدرب اتعصب عليه علشان كده دي سخافة وهو لازم يتدرب مع زمايله. ووقت الغدا كان وونيل بياكل زي ما هو متعود كل الأكل زي المفجوع. جاله 2 سباحين مبتدئين اسمهم جون دانج وداي تشان، وقعدوا معاه وقالوا له إنهم عايزينه يروح لهم غرفتهم بالليل. وفعلا راح لهم بالليل فلقاهم عمالين يوروه عضلاتهم وقد إيه هما الاتنين أقوياء وعايزينه ينضم ليهم كمجموعة. لكن وونيل ما كانش مهتم بالموضوع وحاسسهم مملين وبيتصرفوا بغرابة. لكن لما جابوا له بيتزا وقالوا له إنه لو انضم ليهم كل يوم هياكل معاهم ببلاش طبعا وافق، وفضل ياكل الأكل، وطلبوا منه كمان إنه يشرب معاهم احتفالا بانضمامه ليهم، فهو رفض لأن الشرب ممنوع في الأكاديمية هنا. لكن هم أقنعوه إنه هيشرب عادي ومحدش هيعرف، فوافق وشرب معاهم. وفي الوقت ده كان وو سانج بيتعلم طريقة جديدة للسباحة، لكن لما نزل وحاول يجربها فشل فيها ومعرفش ينفذها،
وتاني يوم المدرب جمع كل التلاميذ علشان يعلن حاجة مهمة ليهم، وهي إنه وصل له أخبار إن في واحد منهم كان بيشرب وبيسكر جوه الأكاديمية، وطلب منهم إن اللي عمل كده يعترف أحسن له بدل ما يعاقب الفريق كله. ما كانش عايز حد غيره يتأذي، فطلع قدام المدرب واعترف على نفسه. فالمدرب سأله إيه اللي خلاه يشرب، فأونيل قال له إنه شرب لأنه كان متضايق إنه هيرجع للسباحة تاني وهو مش عايز. فلما المدرب سمع عذره راح عطيهم كلهم عقاب ب 500 لفة سباحة، لكن وونيل قال له إنه حرام زمايله ياخدوا العقاب معاه وهما ما عملوش حاجة. فالمدرب قال له خلاص اعمل انت لوحدك ال 500 لفة كلهم. فكل التلاميذ طبعا اتفاجئوا من الصدمة، لأنه كده هيشيل العقاب كله عنهم، وفعلا بدأ يعمل ال 500 لفة كلهم، وكل التلاميذ فضلوا يمشوا واحد ورا التاني. لكن الاتنين دول اصحابه حسوا بالذنب ومرضوش يسيبوه وفضلوا معاه للآخر وبيشجعوه. ولما رجع المدرب لوونيل لقاه خلص ال 500 لفة كلهم لوحده بالرغم من إنه كان تعبان جدا. ولما أصحابه سألوه حاسس بإيه قال لهم جعان وعايز ياكل، فأخدوه علشان ياكل. واليوم التالي كان وونيل مش قادر حتى يجيب لنفسه كوباية مية من التعب، فطلب من ووسانج يساعده يديله مية. وفي الوقت ده وونيل فكر ووسانج بإنهم كانوا يعرفوا بعض من زمان، لأنه وهم صغيرين بعد ما فاز وونيل على ووسانج أخد ووسانج الميدالية بتاعته ورماها في الزبالة لأنها كانت فضية. لكن وونيل لما شافه بيحط ميداليته في الزبالة راح وخدها من الزبالة ورجعها له، لكن ووسانج رفضها وقاله إنه كان عايز ياخد الميدالية الذهبية. فوونيل قال له خد بتاعتي أنا عندي زيها كتير، لكن طبعا ووسانج رفضها وجري من قدام وونيل. وبعد كده كان وونيل واصحابه واقفين بيرقصوا وشافهم المدرب بتاعهم فمسكهم ضربهم وهزقهم. وفي نفس اليوم ووسانج أخد ورد وراح لجونوون في بيتها لأنه طلع عارفها من زمان من أيام ما كانت زميلته في المدرسة وهما صغيرين وكان معجب بيها. لكنه لما وصل للبيت اتصدم لما لقى وونيل هناك وعرف إن هو كمان ساكن هناك، فخبى ووسانج الورد ورا ظهره. وفي اليوم ده اتقابلوا ووسانج وجونوون وونيل كلهم فوق السطوح معزومين هما واصحابهم على الأكل. ووسانج حس بالغيرة لما لقى جونوون قريبة قوي من وونيل، فراح قايل لها قدامهم كلهم إنه معجب بيها، فكل الموجودين طبعا اتفاجئوا من كلامه. وتاني يوم راح وونيل يسأل ووسانج إن كان بيحبها بجد ولا لأ، وأصبح باين قوي على وونيل إن هو كمان بيحبها بس ما قالهاش، لكن كان خايف يقول لها فيخسرها لو هي مش بتحبه. وفي يوم ووسانج راح لجونوون وأخدها يتغدوا سوا، لكن هو ما كانش معجب بالأكل اللي هي بتاكله وكانت فاكرة إن هي كده هتقرفه بطريقة أكلها، لكنه بدأ يعجب بيها أكتر. وفي الوقت ده كان قاعد جاي سوك ووونيل بيتفرجوا على كرتون، لكن جاي سوك بدأ يكلمه في موضوع إقامة ذكرى وفاة والده وإنه لازم يروح يزور قبر باباه. لكن وونيل كان كاره باباه المتوفي ورفض يزوره وراح يقعد في غرفته، لكنه بالصدفة وهو طالع شاف ووسانج وجونوون بيهزروا سوا فاتضايق أكتر من كونهم قريبين من بعض. وبعدها بكام أسبوع بعتوا الفريق بتاع السباحة بتاعهم للفلبين علشان يشاركوا في الاستعداد للألعاب الأولمبية مع فرق من دول تانية. وتاني يوم ووسانج كان في الفندق وقابل السباح الأسترالي ده اللي كان ووسانج ضربه قبل كده، والأسترالي ده فضل يحاول إنه يستفزه ويهينه علشان يخرج عن شعوره ويمسكه يضربه فووسانج يطرد. لكن وونيل دخل في الحوار ده وراح يساعد ووسانج هو واصحابه، ودخلوا منافسة سباحة قصاد الفريق الأسترالي، وفعلا الفريق الكوري فاز بسبب شطارة وونيل في السباحة. ولما رجعوا من الفلبين وونيل كان جايب هدية تذكارية من هناك لجونوون وكان فرحان قوي وهو رايح يوديها لها. لكن في الوقت ده كانت جونوون وفرقتها بيعزفوا سوا وبيتدربوا عند حمام السباحة اللي كان بيتدرب عنده وونيل وهو صغير. وللأسف ووسانج هو اللي وصل الأول للمكان ده وعطاها هديته، ولما وصل وونيل كان شافهم سوا فلغى فكرة إنه يديها الهدية بتاعته. وبعديها المدرب جمع كل التلاميذ علشان يعلن أسماء السباحين اللي هو اختارهم يدخلوا البطولة النهائية، والمدرب كان اختار ووسانج والاتنين اصحاب وونيل. ولسوء الحظ واحد من السباحين القدام اسمه وو هيون راح لجون دانج على جنب وكان متضايق ان المدرب اختاره للمسابقة وحاول يجبره بالقوة انه ينسحب من المسابقة، لكن جون دانج رفض، فقام الولد ده نازل فيه ضرب وكسر له الخصر بتاعه اللي اصلا كان بيوجعه من قبل كده. فطبعا اضطر الشاب ده ان هو ينسحب من المسابقة، بس ما قالش لاصحابه عن السبب الحقيقي لانسحابه، لكن اصحابه زعلوا عليه جدا وما قدروش يساعدوه. لكن في يوم وهم قاعدين بياكلوا جه وو هيون وبدأ يسخر من انسحاب جون دانج من المسابقة، وبكده ونيل فهم إنه جون دانج انسحب بسبب وو هيون وما قدرش يمسك غضبه أكتر من كده،
فقام ماسك وهيون وضربه حتة علقة لدرجة إنه أغمى عليه، وبالتالي اتصاب إصابة جامدة جدا، فطرد وونيل من الأكاديمية. ولما خرج من هناك وراح يزور باباه الراحل، بدأ يفتكر اللحظة اللي خسر فيها باباه وهو طفل لما مات قدام عينيه وهو بيتنافس في بطولة جوه حمام السباحة. وفي الوقت ده كان وو سانج بحث في موضوع وفاة أبو وونيل وعرف الحقيقة كلها، وبدأ يحس بالشفقة على وونيل. واتصل وو سانج بصحفي وطلب منه الفيديو الأخير اللي اتصور فيه أبو وونيل. وكان في الفترة دي وونيل منعزل ومش راضي حتى ياكل ونفسيته تعبانة جدا. لكن بعدها بيومين جاله وو سانج وأعطاه الفيديو وقال له يتفرج عليه. وبعد ما وو سانج مشي، وونيل فتح الفيديو وطلع إنه كان لقاء لباباه قبل وفاته، وكان بيقول فيه إنه بيحبه جدا وكان فخور بيه لأنه دايما ابنه بيكسب مسابقات وياخد مركز أول، بالرغم إن باباه عمره ما بيعمل كده وبياخد مركز تاني أو تالت. وساعتها وونيل قرر إنه يروح يزور باباه وكان غضبان جدا منه. لكن لما شاف القبعة بتاعت السباحة بتاعته بدأ يبكي ويصعب عليه قوي. ولما رجع البيت لقى وو سانج مستنيه هناك وأعطاه استمارة للمشاركة في المسابقة. وبدأ وونيل يحس فعلا إنه متحمس إنه يشارك في المسابقة النهائية، وطلب من الراجل ده إنه يدربه. والراجل ده فرح جدا بيه وبدأ يدربه كتير جدا. وكان وونيل متفاني في التدريب ومكمل مهما كانت الصعوبات. ويومها بعد التدريب خرج وونيل مع جون وون وهي ورته الأسورة اللي كان جايبها لها هدية، بس ما عطاهالهاش. فهي قالت له إنها لقيتها في غرفته وقرت كمان الرسالة اللي هو كان كاتبها وكان مخليها مع الأسورة. وهو أول ما سمع الكلمتين دول اتوتر وهرب منها لأنه كان كاتب رسالة بيعترف فيها بحبه ليها، وهو كده اتفضح قدامها خلاص. وبالليل راح وو سانج يتعشى مع باباه وواحد مهم في المسابقة اللي هما المفروض يدخلوها. وكان باباه جاي يطلب من الراجل ده إنه يخلي وو سانج يوصل للنهائيات بدون اختبار، لكن وو سانج رفض وقال للراجل ده إنه مش هيعمل كده وإنه لازم يدخل الاختبار زيه زي باقي المتسابقين. ولما رجعوا للبيت باباه ضربه على وشه علشان أحرجه وقال له أنت بتنكر خيري عليك، وطرده من البيت. فراح فضل واقف قدام بيت وونيل واتغرق من المطر لحد ما وونيل جه وأخده يبات عنده. وبعدها بكام يوم بدأت البطولة وكلهم كانوا مستعدين. ولما الحكم صفر كلهم نطوا في المية، وكان طول المباراة وو سانج وونيل في المركز الأول، فارق بسيط بينهم. وفي الدورة الأخيرة للمنافسة بدأ وونيل يستخدم طريقة اتعلمها من باباه، وهي إنه يكتم نفس تحت المية وما ياخدش نفس خالص ويضيع الوقت. ولما وو سانج لقاه قرب يكسبه بدأ هو كمان يعمل نفس الطريقة لأنه كان بقاله فترة بيتدرب عليها، وكان الحاضرين بيشجعوهم جدا. وفي النهاية هما الاتنين وصلوا لخط النهاية في نفس الوقت، لكن فاز وونيل بفرق ثانية واحدة. وفي النهاية كان أبو وو سانج فخور جدا بابنه، وكمان الراجل ده كان فخور بوونيل. والبنت اللي هما بيحبوها مرضتش تقول لهم هي بتحب مين فيهم، وهما الاتنين رايحين البطولة الأولمبية باسم كوريا الجنوبية. تفتكروا هي بتحب مين؟ عشان أنا احترت معاهم. وبس خلاص، دي النهاية. لو عجبك الفيديو لايك بقى، ولو لسه مش مشترك اشتراك بقى. بحبكم كلكم، وما تنسوش تدعموني بالاشتراك في قناتي الجديدة حكاية غريبة، هتلاقوا اللينك بتاعها في الوصف. وباي باي بقى.